بتبدأ القصة في اسم قصر النيل، وتحديدا في أول أسبوع من شهر نوفمبر سنة 1966. استقبل الاسم 3 بلاغات باختفاء 3 بنات في أقل من 7 أيام. أول واحدة كانت نجاة عبد الحميد الشبراوي، 17 سنة، طالبة في مدرسة نوتردام، ساكنة في شارع نوبار، وأبوها الحاج عبد الحميد. دخل الاسم والدموع في عينيه وقال بنتي خرجت تروح تفصل فستان الحفلة من عند خياطة شيك في جاردن سيتي، لكن ما رجعتش لحد دلوقتي. وتاني بلاغ كان من مدام عنايات الرافعي، أرملة ساكنة في الزمالك. بنتها الوحيدة سميحة 19 سنة، شغالة في بوتيك لبيع الأقمشة، راحت لورشة خياطة اسمها ماريا، كانت بتشتري من عندهم قماش لشغل الزباين بتوعها. وصاحب البوتيك قال إنها ما رجعتش هنا تاني، وهو فكر إنها رجعت بيتها لأن كان الوقت اتأخر وفاضل ساعة ويقفلوا البوتيك. وأمها بتقول إنها ما رجعتش البيت واختفت بعدها، ولما راحت سألت على صاحب البوتيك حكالها على اللي حصل وطلبت منه عنوانه لكنه رفض، واستنت لتاني يوم وقررت تيجي تبلغ باختفاء بنتها. أما البلاغ الثالث فجاء من باشكاتب كبير في وزارة الخارجية اسمه فؤاد الشرقاوي. بنته داليا 18 سنة وكانت مخطوبة، وكانت بتحضر فستان الشبكة، واللي قالته قبل ما تخرج إنها عاوزة يكون فستان خطوبتها شيك ويتكلموا عنها. فقررت تروح عند ماريا الخياطة اللي بيتكلموا عنها في الجرايد وعن فساتينها وتصميماتها، وكانت مبهورة بيها. وقال إنه بعتها مع السواق بتاع المصلحة اللي كان شغال فيها، والبنت نزلت تجيب اكسسوارات وطلبت من السواق خلاص يمشي لأنها هتطول شوية، وإن المحل بتاع ماريا قريب في نفس الشارع. فمشى السواق وسابها، ولحد دلوقتي ما رجعتش. وقال إنه ما كانش بيبخل عليها بأي فلوس لأنها كانت أول فرحته. فظابط المباحث حس إن ال3 حالات وراهم حاجة أكبر، الاسم المشترك ورا ال3 حالات كان ماريا. فبدأت المباحث تعمل تحريات مكثفة عنها. ماريا دي كانت خياطة ساكنة في حي جاردن سيتي بالقاهرة. ورشة الخياطة كانت في عمارة قديمة بشارع جانبي من شوارع جاردن سيتي الراقية. الدور الأرضي باب صغير كده وعليه لافتة مكتوب عليها ماريا للتفصيل، لكن جوه كأنك دخلت صالون أوروبي، فساتين سواريه، برفانات، ستايل شقة كده شيك وأساس من النوع الفاخر. ماريا كانت ست شيك جدا في أواخر الأربعينات، في ايدها سجارة وبتتكلم كأنها بنت باشا، وطلبت منهم يتفضلوا في الصالون بمنتهى الثقة. ولما المباحث ابتدت تسألها عن أسماء البنات المختفيين وإذا كانوا بيترددوا عليها أو لا، فكان ردها إنها ما بتحفظش أسامي نظرا لأن المترددين عليها بيبقوا كتير، وده بحكم شغلها. المباحث عرضت عليها صور البنات وأكدوا لها إن أهالي البنات دول بيقولوا إنه آخر محطة للبنات دي كانت هنا عندك في شقتك. فردت ماريا بمنتهى الثقة: أنا بلبس الستات الراقيين يا حضرة الضابط، مش أي واحدة كده تيجي تقول إنها راحت لماريا تبقى جت عندي. كمان حضرتك تقدر تسأل هوانم جاردن سيتي والمعادي عن مين هي ماريا، أنا ست بتعامل مع الناس الكلاس، دوروا شوفوا البنات دي طفشت من أهاليها ولا إيه اللي حصل لهم. فالظابط طلب يتكلم مع البنات اللي بيشتغلوا عندها، لقى بنتين واقفين في الركن، واحدة اسمها عليا عينيها فيها كلام لكن ساكت، والتانية بقى سعاد فيها ارتباك باين من كل حركة. دخل الأول على عليا وسألها مين بيجي هنا وازاي الزباين بيتعاملوا، مين بياخد المقاسات بتاعتهم. فعليا قالت بصوت هادي: ماريا بس هي اللي بتستقبل، أنا بنظف وبعمل شاي بس يا باشا، ما بشوفش غير ستات لابسين شيك بيجوا وبيمشوا. قالت له أنا معرفش أي حاجة وما شفتش حاجة، أنا هنا ليا وظيفة محددة وبس. كأنها كانت حافظة الكلام اللي بتقوله وعينها دايما على الباب، كأنها مترقبة وحاسة إن ماريا سمعاها، ومن ناحية تانية بتحاول تحافظ على أكل عيشها. قالت له أنا باكل عيش هنا وبس يا بيه، وبصرف على عيلتي وإخواتي وماليش دعوة بأي حاجة بتحصل هنا. كلامها ده أثار شكوك ضابط المباحث، وحس إنها مخبية كلام كتير مش قادرة تقوله. كان بيحاول يهديها وبيفهمها إنه الكلام اللي هتقوله محدش هيعرف عنه حاجة، وإنك لازم تقولي الحقيقة كلها. لكنها أصرت على كلامها وإن ما عندهاش حاجة تقولها غير اللي قالته. فسابها تخرج ودخل سعاد. سعاد كانت بنت عندها 19 سنة، لكن في عينيها ذكاء وفطنة غريب جدا، وكانت باينة مرتبكة. أول ما سمعت كلمة اختفاء وشها اتغير. الضابط قعد قدامها وقال لها أنا هنا علشان أحميكي، قولي لي ايه اللي بيحصل، والبنات اللي جت هنا راحوا فين؟ سعاد اتلخبطت شويه وما ردتش عليه. صرخ فيها الضابط وقال لها انطقي، محدش من اللي هنا هيحميكي لو وقعوا. ارتبكت جدا وقالت انا هقول على كل حاجه شفتها يا بيه، بس انا ماليش دعوه، كنت بشوفه بس. وبدأت تتكلم وقالت ان في اوضه جوه مش اي حد بيدخلها، وفيها فتحه على اوضه اللبس والبروفا، والفتحه دي متغطيه بازاز اللي في اوضه البروفا بيشوفها.
كأنها مراية، لكن اللي في الأوضة المخفية بيبان عنده كل تفاصيل الأوضة وبيشوف كل حاجة من غير ما يبان لحد. والست ماريا كانت دايما بتستقبل فؤاد بيه في الأوضة دي، وكانت ساعات بتجيب له القهوة واشوفه بيبص من ورا الإزاز ده. البنات كانوا يقفوا يقيسوا الفستان وهو يبص عليهم. وفي مرة مدام ماريا لمحت اني شفته فزعقت لي ومنعتني ادخل الأوضة دي تاني، وكانت آخر مرة ادخلها. الضابط قال لها يعني بيعينهم، بيختار اللي عايزها. ردت وقالت له معرفش يا بيه، انا بقول لك اللي شفته وبس. الضابط قال لها مفهوم، طب اللي بتعجبه ماريا بتعمل معاها ايه؟ ردت البنت وقالت له معرفش يا بيه، بس في عربية فخمة بتيجي تاخد ناس من هنا، معرفش هم مين ولا بياخدوا مين، وانا مش مسموح لي اسأل. فالضابط طلب منها تيجي توريله المكان اللي بتقول عليه، وكانوا محتجزين ماريا في الصالون التاني. ولما ماريا شافت الضابط واخد البنت للغرفة السرية صرخت وقالت عاوز اشوف اذن النيابة بالتفتيش، ولازم تعرفوا اني مش هسكت وهقول انكم اتعديتوا على بيتي. الضابط مهتمش بكلامها ودخل مع سعاد لممر صغير في اخر الورشة، باب قديم وراه ستارة تقيلة. سعاد فتحت الباب وورت له الأوضة، وفي الحيطة كان في فتحة إزاز وراها المراية اللي بتبص على أوضة البروفا اللي بيكون فيها البنات. وراه كمان لقوا زرار صغير، ضغطوا عليه الحيطة اتحركت. وراه كان سلم حديد نازل تحت الأرض، فنزلوا وبدأوا الرعب الحقيقي. كان في بدروم ريحته تخنق، في أوض صغيرة مقفولة بأقفال، ومراتب قديمة وبطاطين مش نظيفة، وسلاسل حديد مربوطة في الحيطان لكن ما كانش فيها أي حد. وفي الركن كان في شريط تسجيل شغلوه، وكان صوت بنت بتعيط وبتقول أنا جاية أقيس فستان، سايبيني لهنا، أنا مش من دول. الضابط بص للمساعد وقال دي مش ورشة، ده مصنع خطف مغلف بالحرير. بعدها أصدروا قرار بالتحفظ على ماريا في اسم الشرطة للتحقيق معاها. النيابة واجهتها بكل حاجة لكنها أنكرت وأصرت على الإنكار، لكن بعد الضغط عليها قالت بصوت بارد أنا كنت مجرد واجهة، فؤاد بيه هو اللي كان بيقرر، أنا بفتح الباب بس، لكن اللي بيحكم هو اللي في الظل. بعد كام يوم النيابة طلبت تفتيش كامل لتليفونات ماريا، لقوا مكالمة متكررة الرقم ثابت في الدقي، الرقم باسم عزيز الهواري، راجل أعمال لبناني ليه علاقات دولية. ومكالمة تانية بين ماريا ومدام جيجي. نرجع بقى لعزيز الهواري، المباحث راحت له ودخلت بيته، كان قاعد في البلكونة بيدخن سيجار. قال له انا معرفش حاجة عن ماريا، ممكن سكرتيرتي اتصلت. لكن بعد تفتيش مكتبه لقوا ظرف فيه صور بنات لابسين فساتين واقفين صف واحد وفي الخلفية ماريا، لكن ما قدروش يمسكوا عليه اي حاجة، خاصة انه قال ان الصورة دي بعتتها ماريا علشان كانت بتدور على بنات يشتغلوا عارضات ازياء وما عجبنيش حد منهم. المفاجأة الاكبر واثناء ما المباحث كانت بتفك خيوط الشبكة اللي حوالين ماريا وجيجي وفؤاد بيه ظهر اسم عزيز الهواري، وكان لغز لازم يفكوا خيطه. الضابط استغرب للراجل ده اسمه بيظهر في كل ورقة، ومن هنا بدأت التحريات المكثفة عنه. وبعد ايام من البحث والتدقيق اكتشفوا ان عزيز الهواري مش مجرد اسم، ده راجل داهية ومطلوب في اكتر من بلد بتهمة الاتجار بالبشر. الراجل ده مش معروف له صورة واحدة ولا جواز سفر واحد، بيتنقل بين الدول باسماء وهمية وبيغير هويته في كل بلد. في بيروت كان مصطفى الحلبي، في فرنسا كان أنطوان كرم، وفي مصر كان عزيز الهواري. لكن الأخطر من كل ده لما رجعوا ورا شوية فتحوا ملف قديم جدا، جريمة بشعة حصلت سنة 1954 في لبنان. بنت عشرينية من طبقة متوسطة اتعرضت للاغتصاب الجماعي في حفلة مغلقة، والمتهم الأساسي كان ابن عزيز الهواري الوحيد. القضية انفجرت في الشارع اللبناني، والقضاء حكم على ابن عزيز بالإعدام. عزيز حاول بكل الطرق يوقف التنفيذ، بعت وسطة وعرض ملايين، لكن أبو البنت قال جملة واحدة بنتي مش للبيع. من يومها تحول عزيز من رجل أعمال لراجل بيغلب الحقد، قرر ينتقم مش من شخص لكن من كل بنت شبه البنت دي، من كل عيلة متوسطة رفضت الفلوس واختارت الكرامة. ومن هنا كون شبكة كاملة للإتجار بالبشر تمتد من بيروت للقاهرة ومن باريس لأثينا، شبكة من البنات المقصورات والأسماء المزورة والتذاكر اللي بتنقلهم من قاع لقاع. لكن رغم كل اللي عمله كان دايما بيهرب وبيداري نفسه في الظل، لحد ما جت معلومة إن عزيز اتشاف في بورسعيد. الضابط اتحرك بسرعة لكن لما وصل كان فات الأوان. واحد من الصيادين قال كان في زبون شيك من كام يوم سألني عن مركب رايحة على قبرص واداني إكرامية علشان ما اقولش لحد. عزيز هرب تاني، لكن المرة دي ساب وراه جريمة كاملة وضحايا اتكلموا وشبكة اتفكت.
لكن هو لسه حر، بلد ورا بلد باسم جديد، وصوت ضحكته على كل بنت قدر انه يتاجر بيها وبشرفها. بعد فترة جالهم اخبارية ان في بنت رجعت من باريس بعد ما هربت من الشقة اللي كانت محبوسة فيها، اسمها نادين السيد. تم استدعائها وقالت في شهادتها انها اتحبست في بيت ماريا لمدة يومين، وكانوا بيدوها مادة كده شبه مخدرة، يعني بتكون واعية لكن ما بتقدرش تركز ولا تتكلم، وانها اتاخدت من بيت ماريا لقصر كبير ما تعرفش مكانه بالظبط، وجابوا لها لبس شيك جدا، وانه تم تسفيرها على باريس بجواز سفر مزيف. لكن هناك اتحولنا لسلع، كنت بشوف بنات بتتباع، وكل يوم تدخل بنت جديدة، وفؤاد بيه كان بيجي بنفسه. بعدها النيابة بدأت تحقق في حساب بنك الماريا في سويسرا أكتر من 800 ألف فرنك في 3 سنين من شركات مرتبطة بفؤاد. بدأت المباحث تتحرى عن مدام جيجي. الاسم ده فتح باب جديد للتحقيق. مين هي مدام جيجي؟ هي صاحبة صالون في الزمالك اسمه صالون الهوانم. المباحث راقبت التليفون الأرضي للصالون عن طريق السنترال العمومي، وفي يوم اتسجلت مكالمة من جيجي لفؤاد النبوي، وكان بيقول لها: اسمعي، الجو سخن حوالينا، ماريا لازم توقف اي حاجة، وانا هخلي الفيلا فورا وهسافر. الضابط مضيعش وقت وخرج القوة من المباحث بعد تحديد مكان الفيلا في طريق الهرم. الفيلا واضح انها اتثبت بسرعة، ومفيش بواب ولا حس جوه الفيلا، لكن في علامات بتدل ان كان في ناس قبل يوم او يومين. كان في اكل في التلاجة وهدوم مرمية وازازات خمر على البار. فوهم خارجين الضابط وقف فجأة وقال لهم استنوا، وبالفعل كان في صوت انين كده جاي من تحت الارض. رفعوا بلاطة غريبة في الارض كان عليها عشب اخضر، ولقوا تحتها سرداب سري ضلمة مع ريحة كتمة وخنقة. نزلوا بالكشافات وفي اخره لقوا بنت بتعيط وجنبها جثة بنت تانية. طلعوها وكانت في حالة انهيار، ولما هديت شوية قالت: خدوني من عند ماريا، قالوا لي اني هسافر، كانوا بيدوني دواء خلاني اسمع الكلام وانا مش حاسة بنفسي. البنت التانية بقى فماتت من جرعة زايدة من نفس الدواء ده، والضابط ما بقاش عنده شك ان دي شبكة اتجار بالبشر. التحريات كشفت ان فؤاد بيه ناوي يهرب عن طريق مركب من مطروح، معاه اوراق مزورة، واللي عملها له اخو جيجي اللي كان متهم زمان في التزوير واختفى بعد خروجه من السجن. المباحث وصلت بعدها المينا قبل تحرك المركب بلحظات. فتشوا السفينة ولقوا فؤاد مستخبي في كابينة لابس لبس صياد. حاول يجري لكن الضابط مسكه وقال: اجري كتير لكن مفيش مهرب من الحقيقة. فؤاد بيه اتقبض عليه وتحول للتحقيق. القضية اتنشرت في الجرايد بعنوان: فضيحة الفيلا المشبوهة، سكوت هوانم الزمالك، الاتجار بالبشر من داخل الأحياء الراقية. أما البنت اللي كانت في السرداب رجعت لأهلها، لكن مش هي رجعت بجسم سليم لكن بعينين عمرها ما هتضحك تاني. في زمن كانت فيه الستينيات رمز للتطور، كان في ناس بيبيعوا الإنسان باسم الشهرة والفلوس والنفوذ. القضية كبرت وكانت بتتعقد أكتر، وبقت على مكتب النائب العام، واتفتح ملف بعنوان: شبكة ماريا، قصر فؤاد بيه، الإتجار الراقي. في أول جلسة محاكمة ماريا دخلت القاعة لابسة أسود ووشها جامد، لكن عينيها كانت خايفة. القاضي قال لها: ماريا جرجس، انتي متهمة باختطاف فتيات والإتجار في البشر وتكوين شبكة دعارة دولية، ايه ردك على التهم دي؟ فقالت له: أنا كنت بخيط، لكن اللي فوقي كانوا بيقطعوا البنات زي القماش. بعدها صدر الحكم السجن المؤبد مع الشغل.